الميم مع الفاء. هذه ينبه عليها الشيوخ: واحذر لدى واو وفاء تختفي بقربها والاتحاد فاعرفي. هكذا قال الناظم. مع الميم لما تجاور الفاء أو تجاور الواو احذر من غنتها، لأنها مخرج تقريبا عندهم نفس المخرج، متقاربين. الميم شفوي والفاء شفوي والواو شفوي والباء شفوي، لكن هنا الميم جاورت الفاء، فعلينا أن نظهر الميم جيدا. لا يقضى عليهم عليهم فيموت، ضم الشفتين ثم اقرأ حرف الفاء. أعدها: لا يقضى عليهم فيموتوا. ما تديش الغنة يا شيخ، خلينا نقول ما تديش الغنة. قلت لك ضم الشفتين واقرأ الفاء، هذا ما كان. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كما جبت القلقلة غيرت الفعل، قلت نجزي ما عندناش في العربية قلقلة الجيم. كذلك نجزي كل كفور. أيوة.